تعالوا نروح سريعا كده لتقرير بسيط عن العمال عاملين وقفة احتجاجية على فكرة عودة النشاط مرة أخرى، وكانوا بيطالبوا برحيل الوزير العمري فاروق. بيقولوا له ارحل ارحل، على فكرة بقت كلمة موجودة في كل حتة دلوقتي، ارحل ارحل. رئيس شركة، وزير، حتى رئيس الجمهورية بيتقال له كده، حتى مش عايز اقول لكم بقت كلمة موجودة في كل حتة في مصر. ولكن بتمنى اللي بيقول ارحل ارحل انه يشتغل، يعني نفسي حد يقول اشتغل اشتغل بدل ارحل ارحل. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل حوارنا في الرياضة اليوم. انا احد العاملين بنادي الزمالك، بنقول النهارده الغرض من الوقفه ايه ورساله تحب توجهها للمسؤولين. الغرض احنا لازم الدوري يرجع، احنا حالنا واقف جدا جدا، يعني انا شغال في الفريق الاول مع لعيبه الكوره، يعني حال اللعيبه واقف وحالنا واقف، ويعني مش هينفع كده. هم عمالين يقولوا هيرجع الدوري وكل ده تثبيت، والدوري مش هيرجع، والله ما هيرجع. انا لازم نعمل وقفه وبناشد جميع عاملين مصر وانديه مصر كلها، الدوري الناس كلها تنزل عشان الدوري يرجع. وكابتن خالد الغندور عارف بكده ان الدوري مش هيرجع، والله ما هيرجع. هم الناس دي يعني عمالين يهدوا الموضوع عشان الناس ما تعملش مظاهرات وما يعملوش قلق في الشوارع، عشان كده بيقولوا ان الدوري هيرجع والدوري مش هيرجع. الناس كلها والله العظيم حالها واقف في النادي وفي الانديه كلها. احنا بننشد الاستاذ عمرو فاروق ان يرجع لنا الدوري بس رأفا بحال الناس وبحالنا. لا احنا جايين من اللي احنا شايفينه فعلا، لان احنا فعلا تعبانين، احنا ولا جنيه ولا بيدخل لنا جنيه من ساعه وقفان الدوري دوت، وقاعدين مستحملين لا بس احنا جايين، احنا النهارده احنا تعبنا. يعني انا مثلا عندي 3 اولاد وفاتح بيت وعندي مسؤوليه والكلام ده بتاع ده بطاله النشاط وما فيش نشاط في البلد، هو ده برضه مأثر علينا. لما يكون في دوري اللعيبه بتساعد معاك وبتديكوا فلوس. اكيد طبعا، اكيد احنا اصلا عايشين في النادي على اللعيبه بتساعدنا والكلام دوت. مرتبات النادي انت عارف ان هي ضعيفه وكده، احنا عايشين ايه على اللعيبه بتدينا والكلام دوت، والحياه بتبقى ماشيه. لكن الحياه واقفه دلوقتي، بنطلع من بيتنا زي ما مولاي ما خلقتني، زي ما بنطلع زي ما بنروح بيوتنا. اولا احنا الوقفه دي احنا بنحاول نحرك العمليه علشان الدوري يرجع، عشان الناس دي كلها اصحاب بيوت، ومفيش مصدر رزق الا هي الكوره هي اللي بتصرف عليهم، والانديه دي كلها الدخل بتاع المباريات هو اللي بيعول على المركز، على وزاره الشباب نفسها. وزاره الشباب بتقبض اصلا من الانديه الكبيره ومن النشاط ده لما يقف دول مرتباتهم ماشيه، والانديه دي بتاكل طين، بتاكل. يعني اقول لك ايه، وغير كده في ناس اصلا الشركات السياحه والناس اللي بتبيع اعلام والناس اللي بيبيع فلنات والناس الكلام ده، كل الناس دي هتاكل منين؟ عشان النشاط يرجع، النشاط الرياضي واقف في اكل عيشنا، لو هو مرزقنا. احنا مش لايمين على الشهداء ولا عاملين عليهم. الشهداء من حقهم يعملوا كل حاجه، بس مش من حقهم يوقفوا اكل العيش الناس. يعني هم بيروحوا شغلهم وبيشتغلوا وشايفين اكل عيشهم، احنا نعيش. هي الكوره اكل عيشنا. بتستلف منين؟ بنستلف عشان ناكل، بعد اسبوع يقول لك هات اللي خدته، ندوله منين؟ ما انا استلفت منك دلوقتي 10 جنيه، بعد 5 ايام فين 10 جنيه خدتها يا محمد؟ هقول لك ايه؟ اقول لك كنت جايب لي بنتي توتو اكل ومراتي، هتقول لي انا مالي؟ انت خدت مني اديني. تقول المسؤولين يا حاج. لا ما اقول لهم يبصوا الناس اللي بتموت، الناس مش عارفه تروح مستشفيات ولا عارفه تروح مؤاخذه اجدخانه حد تستلف حد تجيب حق الدواء. شوف الناس مش عارفه تدفع الاجره يا استاذ، يا استاذ تعالى خش بيوتنا انت بنفسك، انت وشوف كده لو عندك الدنيا كلها تديها لنا.
اقسم لك بالله ما فطرنا لحد دلوقتي ولا نعرف الفطار شكله ايه. بقول للاستاذ عمرو فاروق ممكن زي ما النادي الاهلي بيلعب في جميع الحاجات تلعب في الدوري. اشمعنى النادي الاهلي؟ اتبنى جميع الانديه زي النادي الاهلي. انت وزير لكل الانديه مش وزير النادي الاهلي بس. عمرو فاروق مش هو اللي بيرجع الدوري. حضرتك برضو من ضمن المسؤولين اللي موجودين في البلد عن مسؤول الرياضه الاستاذ عمرو فاروق، هو اللي المفروض يتبنى الموضوع دوت. ورجعنا لكم مرة أخرى. ربنا يهدي نفوس جميع الناس. الأستاذ عمرو فاروق أنا بقول لكم بمنتهى الصراحة مش بإيده أي حاجة، هو وزير رياضة فعلا ولكن مش بإيده أي حاجة، مش بإيده يرجع دوري. يقول لك في اجتماعات مع اتحاد الكرة، اتحاد الكرة مش بإيده أي حاجة. الدولة مش عايزة الدوري، والله بتكلم جد. ويعني أنتوا شايفين الحال عامل إزاي، لا يسر عدو ولا حبيب. ازيك يا صاحبي؟ من النهارده هتشوفني كتير اونلاين علشان بقى عندي DSM من IM، وعن طريق IM اشتغلت في المكان اللي بتمناه وبقيت اهم واحد في الشغل الجديد بعد الويب سايت اللي عملته للشركه، وبرضه عن طريق IM مش بس خدمه انترنت، دي حياه كامله هتعيشها واحلام كتير هتحققها. ما تخليش الغربه تنسيك الايام الحلوه.